السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم سندوتش الكفتة السوري بطريقة سهلة وجميلة جدا، المحرمش المقرمش. وهتعملوا العجينة في البيت، عجينة العيش السوري بكل سهولة، سندوتش الكفتة السوري بكل سهولة في البيت. تابعوني للآخر ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. عندي 400 جرام من اللحمة فرمها على الخشن كده، وعندي بصلاية صغيرة مقطعها سمسم، وعندي فلفل أخضر وألوان كده أحمر مقطعه برضو صغير كده سمسم، وعندي معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهعجن القوام ده كله كده عجنه كويسه كده عشان يتجانس مع بعضه. وعندي صينيه فيها، شوف القوام بعد ما خلص، عندي صينيه هنا فيها ايه، ورقه زبده. وعندي هنا المستحد، وكورت طبعا اللحمه كور كده عشان نحطها في المستحد اشكها زي ما انتم شايفين كده وانا بشك. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 240 من ربع ساعة لتلت ساعة، من 15 دقيقة ل 20 دقيقة زي ما انتم شايفين كده. خلاص. ودي العجينة بتاعت العيش السوري اللي قلت لكم عليها، اعملها في البيت، مية ودقيق وملح، عجينة طريقة سنة صغيرة كده، وافردها واسويها في الطاسة. مش هدخلها فرن، من غير زيت من غير أي حاجة، وحتى الطاسة ما فيهاش أي حاجة. 10 ثواني بتطلع معايا بيضة زي ما هي كده، واقلبها. العجينة بتتقلب. ده مكعب الزبدة اللي هحمر بيه العجينة في الطاسة، وطبعا الطاسة شغالة على النار محطوطة. والكفتة بعد ما طلعت يا جمال ويا جمال تحفة. العيش السوري يا جماعة زي ما انتم شايفين. احط البصل بتاعي بقى عشان نعمل السندوتش الجميل اللي شفناه، واحط الفلفل الالوان والمشكل بتاعي. ده الجديد بقى يا جماعة، الجبنة الموزاريلا، ده الجديد بتاعنا. جديد الجبنة الموزاريلا مع الكفتة كده يا جماعة، يا سلام لو تزود كمان، زود كمان. وطبعا الكفتة بتاعتنا الجميلة. وهنلف السندوتش اللفة بتاعتنا بقى روعة. تابع الشيف محمود عشان يعمل لك وصفات كتير. تابع صفحتي عشان اعمل لك وصفات كتير واكتر واكتر. ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. زي ما انتم شايفين كده السندوتش بعد ما طلع حاجة تحفة يا جماعة، تحفة. جبنا الموتزاريلا والبصل والفلفل والحرمشة والقرمشة والسنس بتاع السندوتش. ما تنسوش تتابعوني.